وأنا أقول لو اتخذ الملك مساء هذا اليوم هذه الخطوة وأسقط التطبيع، هذا سيقرب الحل في بوليزاريو بشكل ربما الذي يرضي المغرب، والجزائر ربما سيبادر لتقديم تنازلات ويتقارب أكثر مع المغرب، وهذا سيزيد التبادلات التجارية بين المغرب والجزائر، وبالتالي يحل مشكلة اقتصادية للبلدين. تصور أنت التجارة البينية تزيد والتنقل بين المواطنين يزيد عبر الحدود، وبالتالي المشكلة الضائقة التي يعاني منها جيل زاد قد يكون حلها في الجزائر، وحل الجزائريين أيضا الذين يفرون إلى إسبانيا قد يكون حلها في المغرب، وبالتالي أن يتآخى البلدان ويعودان إلى سابق عهدهما في التبادل التجاري وحرية الحركة، هذا قد يحل مشاكل البلدين. أنا أتحدث اقتصاديا هنا. فلاحظ مرات مسألة سياسية تؤدي طبعا بهذه الشاكلة إلى حلول لمشاكل أخرى. هل يعي الملك ذلك والمحيطين به؟ لا أدري. هل يقوى الملك على اتخاذ هذه الاستعمارية؟ ما آخر مستعمرة في إفريقيا، ملف راه في الأمم المتحدة، نتمنى يصيب الحل نتاعو إن شاء الله. بعض الدول العظمى تسعى إلى حل المشكل، نتمنى أنه يتحل، والفضل أن أشقائنا الصحراويين تكون لهم الفرصة نتاع تقرير مصيرهم، وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد. اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا يدوا حقهم ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والأمور هذه وفي حتى أشقاء على حسنية يقول لك ودي يفتحوا الحدود والصحراء. الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، الحدود تغلقت لأسباب أخرى. 63 سنة استقلال، حدودنا مغلوقة أكثر من 45 سنة. إذن الإنسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي أكاديم، ما نلفق لك أكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين أكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم، مادام انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان، ما عدا دولة ما نذكرش اسمها، الشيء الآخر كل أشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكل. ما عندنا حتى مشكل لا مع أشقائنا السعوديين ولا الكويتيين ولا العراقيين ولا ما عندناش القطريين. أصبحنا اليوم تعامل مكثف مع بعض. العمانيين نفس الشيء، ما عندناش مشاكل. المشاكل اللي يجي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة، داخلوا في أمور اللي ما خليناش دول عظمى تتداخل فيها. فين خليك أنت تدخل لي في أمور داخلية؟ لا، بقى في قدرك ورانا أشقاء، كاش مشكل. إذن كل هذه الأمور هذه تخلينا يقظين وتقريب نصونوا العلاقات الطيبة والمحبة اللي بيننا وبين دول أخرى شقيقة وغير شقيقة، حتى يعني الجهود نتاعي كلها نوجهها للتنمية وباش ما نتقهقرش. والأمور هذه كلها مدروسة الحمد لله. منين ربي يفتح لك البصيرة، بعض الأمور اللي تبان صعيبة على الغير انت تبان لك هينة، ماشي هينة ولكن في المتناول. اليوم حساب بسيط عند الناس ذو الألباب، والله عز وجل يقول يا أولي. شكرا لكم. أولا أعرفكم بنفسي شاهيناز بوخبوز من قناة الجزائر الدولية الجزائر. في ظل الزخم الذي تعرفه الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين وحق شعبها التمتع بالاستقلال، تواجه القضية الصحراوية نفس المصير. سؤالي لربما
ما الموقف روسيا من قضية الصحراء الغربية، خاصة مع محاولة الرباط وحلفاء لها فرض مقترح الحكم الذاتي؟ شكرا. تعتقد أن هذا المبدأ يجب أن ينفذ عبر الإدارة الذاتية، وبالنسبة لنا سيلائمنا القرار الذي يلائم جميع الأطراف، وهذا القرار كان على طاولة المفاوضات في الأمم المتحدة في القرار الأممي. الولايات المتحدة قد غيرت موقفها، وحتى في ولاية أولى لترامب اعترفت بالصحراء الغربية كجزء من المغرب. إذا كان هناك قرار آخر يشمل المبادئ المختلفة لتسوية هذه القضية، نحن فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية تؤكد دول مجلس التعاون على مواقفها وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، وتجدد دول مجلس التعاون مواقفها الثابتة التي عبر عنها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في البيان الختامي للقمة الخليجية 45 التي عقدت في دولة الكويت، حيث أكد القادة دعمهم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لمسألة الصحراء على نحو يضمن مصالح جميع الأطراف ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وتدعو دول مجلس التعاون في هذا السياق إلى الحوار السلمي والبناء بين الأشقاء، وتؤكد أن التفاهم والتفاوض هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا النزاع بعيدا عن التوترات، وبما يعزز أمن واستقرار منطقتنا المغاربية والعربية. السيد الرئيس، أود أن أتطرق إلى قضية الصحراء المغربية، حيث نجدد التأكيد على موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها الراسخ بتسوية المنازعات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد فإن دولة قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 2756 لعام 2024، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها. وفي هذا السياق نرحب بالجهود التي يقوم بها السيد ستيفان دي مستورة المبعوث الشخصي للأمين العام. السيد الرئيس، تجدد دولة قطر ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، التي تعتبر صيغة بناءة وتمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. وختاما، نأمل أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر في هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والوصول إلى حل نهائي والسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف والأمن، ويدعم جهود تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة وكذلك الأمن والسلم الدوليين. وشكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، تجدد مملكة البحرين دعمها للجهود المشهودة التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2765 لعام 2024. وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية، كما تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها. كما تعرب مملكة البحرين عن تقديرها للجهود التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم يستند إلى التوافق ويظل في نطاق السيادة الوطنية للمملكة المغربية. السيد الرئيس، يود وفد بلادي أن يعبر عن دعم ومساندة الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. كما تجدد بلادي دعمها لمبادرة المملكة المغربية
للحل الذاتي للصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وهي المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال قراراته التي صدرت منذ عام 2007. وتدعم المملكة العربية السعودية في هذا الإطار جهود المغرب للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، ونذكر بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. سيد الرئيس، في سياق البنود التي نناقشها اليوم لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في سيادتها على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. كما تدعم بلادي جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والرامية إلى إيجاد حل دائم. كما نؤكد على الدور المهم لبعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، ونشيد بالنموذج التنموي الذي أطلقته المملكة المغربية لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية، والذي أسهم في رفع مؤشرات